ازيكم يا شباب؟ فيديو النهارده هيكون عن فيلم اخر كلام، فيلم عبثي اورجانيك. بيبدأ الفيلم باننا بنشوف اميرة بتصحى من النوم على كابوس انها بتتضرب بالنار، وبنعرف ان ابوها. بعديها بنشوف المنبه ضرب، تحس انها مصيبة. حسن حسني رجل كلاسيكي يستمع الى موسيقى كلاسيكية، يقوم بتحضير الفطار بطريقة سيمترية. فاهم فين السيمترية في اللي هو عامله ده؟ ونشوف انه بيصحي ابنه سامي بتلطيش اوفر لتحقيق الكوميديا. قوم يا علي، قوم انت، قوم خلاص الفطار فاضي. بس اللي اتضرب كتير قوي في الفيلم. بعديها بنشوف طقم نظارات عبثي كبيره بشكل غير منطقي على الاطلاق، بيحاولوا يفتحوا ابوهم ان اخوهم عايز يشتري موبايل بكاميرا. طبعا بيمانع بسبب البناء الشخصيه اللي هو كلاسيكي غير متقبل للتطور، وشايف انه خطر عليهم. ايه الكلام الكبير قوي على الفيلم ده؟ انا مش عارف. المهم نشوفه واقف في كمين، والظابط كان طالب عنده في الجامعه وكان عايز يمشيه، بس تيجي واحده مغنيه اغنيه بتقول يا ولا يا ولا، بشوف عبس ويبقى مهتم بيها. وبعد كده بياخد الرخصه وبيمشي يروح المحاضره، وطبعا لانه بيشرح فمن باب الكوميديا ان الطلاب تمشي ما عدا طالب واحد بس. بعديها نشوف ابنه في البنك بيكلم واحده وبيعطق ومعطل الناس بعديها بتضربه. وبعديها نشوف اميره في حفله وبتجيب عصير للمغنيه اللي شفناها في الاول، وتغني على البار بدون مبرر على الاطلاق. والليالي عشاق يا غالي عشاق بقلنا وقع العصير على الراجل ده، تقول له انا نفسي افهم مين الحمار اللي خلاها نجمه. موت واعرف ان الحمار اللي افتكر انها ممكن تبقى نجمه بجد. وطبعا بيطلع هو الحمار ده. يا رب الافلام دي عبثيه قوي يا جماعه. بعدين نشوف عزومه بيبقوا عايزين يشغلوها معاهم في المستشفى، بس اميره تقول لا. هو يحفل عليها ويقعد يتريق عليها، وابن عمها يقول انا شايف انه عنده حق. تقول له انت دكتور ايه؟ يقول لها مسالك بوليه. تقول له بالرغم من الحاجات اللي بتمسكها بايدك وبتاكل بيها عادي، انا كمان بحب شغلي ومش عايز اغيرها. هو هيبقى مبسوط بيها، بس يعني من المفروض والمنطقي انه يقول لها ما انا ببقى لابس جلافز وفي تعقيم وفي حاجات. تقول لي مين؟ خلينا نكمل العبث ده. بعدين نشوف ابنه بيرقص مع المخده. I love you. ويضربوا ويدخل على بناته يلاقيهم بيرقصوا برضه. ابوها شاف صوره ليها في الحفله، وانا ما اعرفش انزله الصوره ليها ليه، وهي مسؤوله على العلاقات العامه مع المغنيه دي في الصفحه الاولى في المجله. انا مش فاهم، بس بنشوفه بيجري وبيجي له جلطه وبيفضل قاعد في المستشفى. قلبي على ولد انفطر، قلبي ولدي علي حجر، قلبي على ولد انفطر، قلبي ولدي علي حجر. ابني اللي اسمه يا ناس ابني، ريحت قلبه بيتعني، الغرب بيحن عليا، وهو للهم سايبني. شوف ان هم استغلوا الوضع ده، وابنه جاب الدش يقول افيه جميل جدا. اسمع كده. هات 10 كام اللي جابها. يا الله نجينا يا الله. بعديها نشوف اخته قعدت معاه وضربته. انا مش فاهم قبل الدور ده بناء على اي اساس. بعديها بنشوف ماتش الرويال رامبل. حرفيا هو مش المفروض العكس اللي بيحصل يا جماعه؟ هو اللي ضربها. نشوف اخوها قدم لاخته على المسابقه ولنفسه كمان. ونشوف لجنه التحكيم خذلوني. افتكرت حلمي بكره هيكون موجود، بس اكيد رفض العبث ده. نشوف بعرور بيغني كعاده افلام السبكي في الفتره دي. بعديها المشهد ده كده برضه يا قمر عيدني عشان كده. المشهد الوحيد اللي بيشفع للفيلم عندي شويه. والواد اخوها بيغني خراء غنائي ميكس راب واغنيه عاديه. راح يا قلبي موعود تاتي. بعدها اخته طبعا بتطلع تغني وصوتها عجبهم جدا. وبعدها بنشوف انها راحت لابوها بتقول له لو موافق اديني اشاره، وفعلا تحصل، بس تكون من الممرض اللي عمال يلعب في النور وتغني وتتشهر. بعدها طاهر عايز يتقدم لاميره، وده طبعا لاغراض سيئه، ويمضيها على عقد احتكار معاها بحجه انه هيتجوزها، وهي هبله ووافقت عادي. بعدها بنشوف ابوها فاق وهو مش مجمع كل حاجه. المهم بنشوف طاهر جاب ناس يركبوا كاميرات بحجه انهم يراقبوا ابوهم علشان ما يعرفش موضوع اخته. هو طبعا اهبل صدق الموضوع ده. بعدين بنشوف ابوه بيخش الحمام. هنا ابنه بيفتكر ان في كاميرات متركبه جوه ويروح يداريها. ما جاش في دماغه بقى يكسرها يفصلها، لا حط فوطه عليها عادي عشان اي حد يدخل يشد الفوطه يبقى بيتصور عادي جدا. هي بتاع الدش بيجي وبيشغل لهم القنوات ويفصلوا الكهرباء علشان ما يشوفش القناه، بس بيشوف البوستر بتاعها ويغمى عليه. يضحكوا عليه ويقولوا انها بتقدم برنامج سياسي. هم بيصوروا حلقه كده اي كلام عشان ايه يوروها لابوها وخلاص. ام اخته بقى بعد كده بتدخل الحمام وطاهر بيسجل لها. بعدها بترفض منه الجواز وانها عايزه تعتذر عشان ابوها. لها مفيش منه ويبتزها. بعدها بنشوف انهم
يشوف الماتش مصارعه، وطبعا ابوه ضربه. انت انا بديله شمال، اديله يمين، اديله شمال، اديله يمين. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بعديها اغنيه بيقولوا ايه؟ يا توستا بنكلي يا توستا بنكلي. كانوا فاكرين انها ستصبح لازمه مثلا. بعدها الباب بيخبط ونشوف طاهر يعرف ابوها كل حاجه، راح علشان يقتلها بس الرصاصه تيجي في البنت الصغيره، وصحي وطلع هو اللي بيحلم والمدير عملها اصلا، مش دكتور جامعه ولا حاجه. وينهي الفيلم بحكمه سوسوكي يدخل ويوقف المهزله دي ويضرب سامي طبعا، والناس كلها عماله تضرب فيه. تحس ان دوره ده في الفيلم فعلا هو جاي يضرب بس، ان هو ايه استفان كلي يا لالي. والفيلم يخلص في الاخر. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره تشوفني، سلام. يا اخوانا فركش يا بنت احنا لسه لينا جوه. وايه هي الجمل؟ يا توستا بنكلي.